السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي أتم الصحة والعافية. اليوم جيتكم بهذا الفيديو من مدينة الفنيدق، هذه المدينة الساحلية الجميلة اللي معروفة بالهدوء ديالها والبحر ديالها والقرب ديالها من مدينة سبتة. لكن كيف ما كيعرف الجميع في الأيام الأخيرة ولات محطة ديال الأنظار ديال العالم، يعني بعد ما شهدت واحد الأحداث اللي هي الصراحة مؤلمة، اللي مرتبطة بمحاولات الهجرة يعني الغير نظامية، واللي خلفات من موراها بزاف ديال القصص الإنسانية اللي هزات الصراحة نقول لك العديد من الناس. في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نتعرفوا على مدينة الفنيدق كيف ما هي، يعني التاريخ ديال الجمال ديال الحياة اليومية اللي يعني غنقول لكم اللي كتعيشها مدينة الفنيدق، اللي هي مدينة صغيرة في الشمال المغربي، ولكن الاسم ديالها راه عنده تاريخ كبير والموقع استراتيجي اللي خلاها دائما محطة ديال الاهتمام العديد من المدن المغربية، لأنها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وكتبعد غير دقائق قليلة على مدينة سبتة، وكتميز بالشواطئ ديالها الجميلة والهواء ديالها النقي والأسواق اللي كتعرف حركة كبيرة خصوصا في فصل الصيف. ومن هنا غادي تبين لكم في هذا الفيديو هذا احنا دابا في الطريق الساحلية، عندها واحد السوق اللي هو معروف، اللي هو سوق المسيرة الخضراء، اللي عنده يعني جوج البيبان، باب من الفوق والباب على الطريق الساحلي. وهنا في الطريق ديالنا لمدينة سبتة المحتلة، وكيف ما كتشوفوا كانت الأجواء عادية جدا. هانتوما كيتبين لكم أن الهدوء، يعني حنا وصلنا حتى يعني حتى لباب الديوانة ما كان حتى شي مشاكل. يعني غير في هذا الفيديو اللي كتشوفوني فيه أنا قبل الأحداث بيومين تقريبا أو لا يوم واحد، يعني ما الصراحة ما كانت حتى شي حاجة كتبان على، ما كاين حتى شي مشكل، ما حتى الناس ما كانت لا فوضى لا حتى شي حاجة، كانت الحياة العادية، الناس كيدوزوا البحر ديالهم. حتى الباب ديال هانتوما غادي تشوفوا الباب الديوانة، يعني ما كاين حتى شي مشاكل. ما انا الصراحة تفاجأت انني ملي جيت حتى كنسمع ديك الاخبار داكشي اللي واقع. هانتوما كتشوفوا باب الديوانة هنا ما كاين حتى شي حاجة. هذا هو السوق ديال المسيرة الخضراء اللي قلت لكم، اللي عنده الباب على طريق الساحلية، واللي كيشهد واحد النشاط كبير، وخصوصا في الفترة ديال المساء. يعني ملي كيقرب يعني الحال كيبرد، الناس كتطلع من البحر كتشوفوا واحد الرواج كيكون في هاد المدينة هادي. الصراحة الناس كيجيو كيبغيو يتبضعوا، كيبغيو بحكم أن كانت التجارة في هاد المدينة، يعني كلشي كيخرجوه من سبتة. بحكم أن مدينة الفنيدق قريبة من مدينة سبتة، كانت التجارة الحدودية لسنوات طويلة من أبرز الأنشطة الاقتصادية اللي كتعتمد عليها. لكن بعد الإغلاق ديال المعبر يعني التجاري تغيرت طبيعة النشاط، وأصبح الاعتماد كبير على التجارة يعني المحلية والأسواق يعني اللي قريبة، يعني ماشي كلشي ولا كيخرج من تما. راه كاينة حتى السلعة اللي كتجي من غنقول لكم من الدار البيضاء، من اللي كتجي عبر يعني من تركيا، وليتي كتلقى يعني السلعة ما بقاتش غير السلعة ديال إسبانيا كيف ما معروف عليها. وهذا هو السوق، وهذا هو حال مدينة الفنيدق في هاد الساحة هادي اللي كتكون قريبة للمحطة الطرقية. كاين أصحاب البال كيف ما كيعرف الجميع، الناس كاين اللي كيلتجؤوا للملابس يعني المستعملة، وهذا هادشي ماشي عيب. الأغلبية الناس كاين كل واحد كيمشي على القدرة الشرائية ديالو، وهاد السوق هذا كيكون كبير كبير. وهنا عاوتاني دخلنا للسوق اللي معروف بالمواد الغذائية. كيف ما كتشوفوا يعني كاينه اللي يعني محلية، وكاينه اللي يعني مستوردة.
يعني هنا كيف ما كتشوفوا مواد نظيف، يعني الصراحة واحد السوق إلا دخلتوا ليه كتلقاو جميع الأشياء متوفرة، اللي حليتوا عليها فمكم كتلقاوها متوفرة وبأثمنة الصراحة اللي غيزونابل. يعني أثمنة هنايا المواد ديال التغذية كلشي موجود هنا، العطور. أي هداك السوق ملي كتدخلوا ليه كتلقاو كلشي مختلف، الملابس، الأغطية، أي حاجة بغيتوها ممكن أنكم تلقاوها في داك السوق هذا، يعني ديال الفنادق، الرباخة. هنا تلقاو كلشي موجود، وكاين اللي كياخد بالجملة، وكاين اللي ممكن أنهم تاخدي حتى بالتقسيط. كلشي يعني اللي عجباتكم كاينه موجوده هنايا. وغنخليكم مع هاد الصور هادي. الصراحه انا اللي مولف مثلا عنده كيفاش يدير انه يجيب معاه التقديه راه كيجيبها معاه، واللي مثلا كيكتفي انه مثلا ياخد غير شنو غيستهلك ديك الساعه راه ممكن انه ياخدها عادي جدا. وسمحوا لي على التصوير بهذه الطريقة هذه، لأن راكم عارفين السوق تيكون عامر، وكنتفادوا أننا نشدوا الوجوه ديال الناس. كاين اللي ما كيبغيش يتصور، كاين اللي يعني خصك تاخد تخاف من المخالفات اللي ولات دابا، ما يمكنش واحد غتصورو بلا اذن ديالو. فلهذا يعني كنقربوا من هنا هادشي ديال مواد التنظيف، مواد ديال الحمام، كلشي موجود. وهنايا غادي نرجع وغادي نخليكم مع هاد الصور وانا كنتكلم على الناس اللي حاولوا او لا فكروا يهاجروا بطرق غير نظامية، يتوقفوا واحد اللحظة ويفكروا مزيان بان الحلم بالحياة ديال أفضل راه حق مشروع لكل واحد، ولكن خاص الطريق تكون آمنة وقانونية، وما تصدقوش الوعود الكاذبة ديال سماسرة الهجرة اللي كيستغلوا أحلام الشباب مقابل المال. وغالبا المصير كيكون خطر. وتفكروا أن بلادنا راه زوينة. ممكن أن الإنسان يسافر ولا يخدم خارج المغرب، ولكن بطرق قانونية. بلادنا الصراحة حتى حاجة ما فيها خيبة، حتى حاجة ما فيها خيبة. وكنتمنى هادي دير ليهم العقل، وبان الطريق اللي كيسلكوها راه فيها الخطر ليهم. ما عندهم ما يديروا بها، يقراو مزيان. كاينين حلول. يعني يفكروا في مشاريع اللي واخا تكون قليلة الدخل ولكن آمنة وفي بلادك، وما كاينه حتى شي حاجة اللي كتأذيك. راه الأغلبية اللي مشاو راه رجعوا وتصطدموا بالواقع اللي مر. راه شنو لقاو الجوع، لقاو انهم سدوا عليهم المحلات، يعني ها هما قهرهم الجوع والعصا. وفي الاخر التجؤوا البلاد ديالنا اللي هي دائما بلاد الامن والامان، ودائما ما عمرها ما غتخلى على وليداتها كيف ما بغى يكون الحال. وكنشكركم من هذا الفيديو هذا. صراحة انا تصدمت لان كانت واحد الحياة عادية، حتى كنصطدم بالخبر ديال هاد الاحداث اللي وقعت اخيرا. الصراحه اللي ما غيبغيها حتى شي واحد. وكنتمنى هادي دير ليهم العقل وتفكرهم بان بلادهم كيف ما كانت بلاد زوينه. وهنايا غادي تشوفوا معايا عاوتاني كاينين السيكان، كاين بزاف ما يتشاف. يعني هاد المدينة هادي ممكن انك تمشي تتقدى يعني من خلادك من مجاميعه. وهنايا جيت لواحد البلاصة اللي فيها المانط، وانا من عشاق المانط الصراحة. ودخلت لواحد المحل اللي غتشوفوه اش غنقول لكم كيبيع اجود ما كاين في الغطاء. كيف ما كتشوفوا كاينين المانط، يعني على حسب كل واحد والقدرة الشرائية ديالو. كاينين هاد لي كوفغلي يعني عاديين متوسطين، كاينين الفاط، كاين بزاف ما يتشاف صراحة لي زور. انا خديت واحد لي زور النوامس ديال وليداتي وهذا، لان كتلقى كاين الجودة الصراحة. ماشي كتلقى دوك لي زور اللي هادو كتلقاهم 100% كوطون، يعني زوينين الصراحه. تلا فرشتيهم وهادو يعني كاينه الجوده.
وهنايا الأغطية، يعني الأجود ما كاين في الأغطية. كاين نوع ديال بيير كاردان، أنا اللي يعني الأثمنة ديالهم كتراوح ما بين 750 700 درهم، يعني وانت طالع الفوق هنا. مهم اللي كيعاني من الحساسية، يعني هاد المحل هذا الصراحة فيه بزاف ديال الأشياء. اللي بغا يدي كادو للعرسان أو لا عندك شي مناسبة، يعني أي حاجة كتلقاها في هاد المحل هذا. كاينة شي حاجة اللي زوينة وديال تحمر الوجه. المهم إخوة الأخواتي، كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم، وكنتمنى انه اللي مازال ما دارش الاشتراك في هذه القناه يشترك ويدير لينا اللايكات والبارطاج الى جات على خاطركم. وهنايا كنت ودعت مدينه الفنيدق، رجعت لمدينه المضيق اللي كنت ساكنه فيها. شكرا لكم والى اللقاء.